عارفين ده؟ ده مش صندوق رنجة، ده صندوق عايز له خطة حربية مخصوص تتعمل له علشان خاطر يعني ما أقولكوش طعم وريحة ولون وطراوة تحفة، بجد يا بنات تحفة، كل سنة وأنتم طيبين. دايمًا يا رب في الخير متجمّعين، إن ديّة تجهيزات لشم النسيم، هو فيديو قصير كده مش طويل، علشان بس باشارك معاكم التجهيزات اللي إحنا عملناها في شم النسيم. هو يوم بيبقى أحلى حاجة فيه هو الجامعة واللمة وإن إحنا كلنا متجمّعين، يا رب نتجمّع مع بعض دايمًا على الخير وفي الخير. بُصّوا يا بنات، أنا أول هنا حاجة عملتها إن أنا جِبت الرنجة، أنا من الفريق اللي هو الرنجاوي، اللي إحنا بناكل رنجة في شم النسيم، ما بناكلش فسيخ، الفسيخ إحنا بنجيبه في العيد، إنما في شم النسيم دايمًا باحب أجيب رنجة، ما باحبش أجيب فسيخ، تمام. أنا جِبت هنا في كده بلد جنب المدينة اللي أنا قاعدة فيها، فيها مصنع، أنا باروح أشتري من المصنع مباشرةً يا بنات، الرنجة تحفة وطازة ونضيفة وجميلة وزي الفل. أنا قبل شم النسيم بيوم رُحت جِبت الرنجة زي ما أنتم شايفين، يعني أنا جِبت الرنجة ديّة يوم الأحد، شم النسيم يوم الاتنين، حطيتها زي ما هي كده إيه في التلاجة لحد إيه يوم شم النسيم تاني يوم. أنا من طبيعتي في الرنجة ما باعملش حاجات كتيرة. يعني مش زي ما هي كده أساسًا مستوية، يعني ما حابة تحطيها على نار، حابة تحطيها تحت شواية، حابة تحطيها في صينية، زي ما تحبي، كل الطرق صح وكل الطرق تمشي معاكِ طالما أنتِ بتحبي الطريقة والنظام ده. أنا هنا كنت بالة الفول اللي أنا هاعمل بيه الطعمية، وطبعًا جايبين الخس عشان خاطر الفطار، وجايبة الليمون معايا عشان خاطر الرنجة، وجايبة المخلل، وجايبة جبنة حادقة عشان نعمل جبنة بالطماطم والخيار. تمام يا بنات، هنا بقى إيه، جهّزت كل حاجة وخدتها هيلة بيلة ونزلت تحت على حماتي عند حماتي تحت، إحنا الكل بنتجمّع نقعد نفطر مع بعض ونقضّي اليوم مع بعض. هنا من مطبخ حماتي كنا بنبدأ بقى نجهّز الفطار، وهنا ولادنا ربنا يحفظهم ويخلّيهم أجمعين، متجمّعين طبعًا جايبين الألوان اللي هي الألوان الطعام الصحية، علشان خاطر يلوّنوا البيت بتاعهم. هنا كنا حضّرنا الفطار وخلاص، أنا بس حبّيت أشارككم الأجواء بتاعتنا اللي إحنا بنقضّي بيها شم النسيم إزاي، إحنا ما بنخرجش برّه البيت ولا حاجة، إحنا بنقعد في البيت بس بنعمل كده إيه، جو لطيف لولادنا، بنبني لهم ذكريات. لحد هنا كده كان الفيديو بتاعنا واليوم بتاعنا، طبعًا إحنا كمّلنا اليوم عادي طبعًا الضحك واللعب والهزار واللعب ما بين الأولاد، و اتغدينا الرنجة مع طبعًا البصل المعروف والليمون، وده كان يومنا النهارده، كان يوم بسيط ولذيذ ودايمًا متجمّعين في الخير يا رب. قولوا لي بس كده أنتم من فريق الرنجاوي والّا الفسيخاوي؟ اكتبوا لي تحت في التعليقات. لحد هنا خلص الفيديو، أشوفكم فيديو تاني والسلام عليكم.